حبايبنا اللزم مصادر موثوقة اجت تخص نص لعنا على قناة الإشاعة. بيقولوا فيها إنه الشيف نصرت وبوراك راح يفتحوا عنا مطعمين أو يمكن يعملوا سلسلة مطاعم. السبب اللي هم صرحوه إنه الأرباح عنا أحلى من الأرباح بقطر وبدبي وبالسعودية وبمصر وبتركيا. يا جماعة الخير، جنة صيدنايا، وهذا الحكي عم بتشوفوه هلا على الفيسبوك. واحد من هالمغتربين تطلع الفاتورة اللي دفعها، وأنا متأكد دفع الفاتورة من هون وضرب طريقه على بلده من هون، أو مطرح، أو إذا كان سوري ضرب طريقه ورجع ترك البلد وراح. صحن التبولة دفع حقها 70,000، لو عم بيقطفوها بالملقط ما بتكلف. الجرجير 70,000، لك حق الجرزة 1000 ليرة، 1000 ليرة. حطوا جرستين لك عمي بصلة صاروا 3000، لك بيعوه ب20 مرقوب، لك 70,000. صحن الحمص قريب ال70,000. والله لو عم بطحنوا قلبي أنا، ما عم بطحنوا هالحمصات، ما بيطلع بهالسعر. جايبين برك الجبنة، والله برك الجبنة حاشي، لو الجبنة من الحليب ما بيطلع بهالتكلفة. 11,500 حق البركة 1,500 ورقة إذا شقت حالها بأحلى مطعم. حق شيش طاووق يا جماعة الخير عند محلات الدجاج 48,000. حقه مشوي عندهم 300,000. أكيد الدجاج تبعهم عم بينام بفندق 5 نجوم بالفور سيزون أو عم بينام بالميريديان، عشان هيك عم بيحطوا كيلو المشاوي 450,000. انتوا عرفتوا شو عملتوا؟ طبعا جنة صيدنايا ولا أمثالكم من هالمطاعم وهالفنادق الحرامية. انتوا حرامية بصراحة. انتوا عم بتطفشوا المغتربين الله وكيلكم، عم بيطلعوا من عنكم، عم بيلعنوا الساعة اللي اجوا فيها على البلد، عم بيحملوا حالهم، يدفعوا الفاتورة من هون، يسكروا حساباتهم من هون، ويحملوا حالهم يطلعوا. يا ما شفنا إسا مغتربين وعالم جاي سياحة عنا على البلد عم بيطلعوا بس بينتقدوا الأسعار وعم بيفكرونا عم نسرقهم. طبعا هذا الحق على وزارة السياحة ووزير السياحة كمان. أنا بحمله المسؤولية، لأنه أنت قاعد بمطرح لازم الواحد يشتغل فيها، مو شغلة بس توقيع استثمارات، شغلة إنه السياحة عم تهرب عنا برات البلد. لك إذا السايح ما عم يحسن يفوت على فندق أو مطعم، فما بالك بابن البلد. والله العظيم صار المطاعم فاضية لأنهم تركتوا لهم الحبل على الجرار. يا وزارة السياحة مو عرفانين بطيط المين. اشتغلوا والله حرام دمرتوا البلد. وزارة السياحة والتموين الله يشهد دمرتوا البلد، الله يشهد إنه لو فلول ما بتعملوا هيك بهالبلد. المغتربين هربوا، هيك بتعمر البلد. طفشوا لنا السياحة والمغتربين، وابن البلد بحياته ما